ازيكم عاملين ايه؟ طبعا رمضان ما يحلاش الا بالبط، والبط يعني زفاره، ومش كل بيت حابب الزفاره دي. اكيد مثلا تلاقي مثلا البيت كله بيحب البط وكده، بس في شخص او اتنين يقول لك لا انا مش بحب البط ومش بحب ريحه الزفاره، مش بيحب ريحته اساسا. فاحنا دخلنا تحدي ازاي هنراضي كل الاذواق وازاي نمنع زفاره البط دي بتاتا. يلا كده معايا، هاتي مقاديرك. معايا 3 أو 4 معالق دقيق، معايا معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة كبيرة كمون. تمام. ومعايا كمان ليمونتين. طبعا مش ده كل يعني التنظيف، او مش ده اللي هيشيل الزفارة كلها، بس ده كمرحلة اولى او مرحلة تانية. المرحلة الاولى ان احنا غسلناه كويس ونقعناه في ليمون وملح وكمون برضو وصفيناه كويس، ودي المرحلة التانية. كمان معانا فراخ، والطيور كلها بتتنضف بنفس الطريقة. تمام. كل سنة وانتم طيبين، رمضان بيحب اللمة، وكمان مش لمة الناس وبس على الفطار، لا بنحب نراضي برضو كل الأذواق، اللي بيحب الفراخ، اللي بيحب اللحمة، اللي بيحب البط. هنستبعد الحاجات دي كده. دي طبعا الحوايج بتاعة البط، الكبد والقوانص، اما دي بتاعة الفراخ برضو هننزلها معانا تبقى بالشكل ده. طبعا انتوا عارفين ان المنطقة دي اسمها الزفرة بتاعة البط، فلازم تتشال اهي كده. دي تتشال وتتخلصي منها، مش تشيليها وبعدين تعمليها، لا تتخلصي منها خالص. بتبقى زفرة جدا في الشوربة وكده. خدها بقى من الناحية التانية على ايدينا اليمين. هي الفراخ نضيفة، مش محتاجة ان انا اقطع منها حاجة او اقص منها حاجة. تمام. ثواني بقى كده نجيب طبعا الكلام ده زي ما قلنا هنقلبه كله كده مع بعض، وننزل بقى على البط والفراخ والحوايج بتاعتهم. وزي ما انتوا شايفين في بواقي زغبر اهو، مع اني والله مطلعه كويس، بس ما ينفعش عشان الحاجات دي بتطفى على الشوربه من فوق، بتعوم وبتعمل ريم وروايح مش حلوه، فلازم نتخلص من كل ده. تمام. وشوفي بقى بعد كده ننقعها في محلول ملحي المشهور اللي انتوا عارفينه، عملته معاكم اكتر من مره. انا جبت بعد ما جابك على طول. كمان حطيت جنزبيل. تمام. جنزبيل حلو من الحاجات اللي هي بتدي روايح وتمنع الزفارة خالص. وهنحط تاني يعني في مرحلة تالتة زي ما قلت لكم، هنحط فيها جنزبيل وهنحط حاجات تانية لها روايح جميلة. فايه، تابعوني الفيديو للآخر، ما تجروش، الفيديو ده مفيد جدا. عايزة كمان اقطع الجلد، القشور دي برضو حلوة. عارفين السكراب؟
كنت عامله فيديو قبل كده وكنت مسمياه ايه، ازاي تعملي حمام مغربي للبط. عارفين السكراب بقى وليله العيد والكلام ده. يلا عيشي مع نفسك بقى، ما تحرميش نفسك من حاجه، بس برضو خلي ايدك حنينه عشان ما تجرحيش البطايه. البطايه لو اتجرحت مش هيبقى شكلها حلو. بصي بصي، شايفه كده، شايفه الزغبر والبقيه البقع الداكنه بدات تطلع ازاي. طبعا ملح، كمون، جنزبيل، ليمون. بصي الدنيا فل ازاي. بس بصي انت اللي بتتكي عليها هتلاقي الجلود ايه، اتجرحت معاكي. حاولي ايه ما تعمليش زي من جوه برضو بالقشور كده دي اهو كده بالشكل ده. دي قبل ما الدقيق يتشرب الحق استعمله كده وهو ناشف. احاول اطلع الزبر او بقايا الريش ملهاش لازمه كده. اهو البقعه ابتدت تطلع والبطايه بقت ما شاء الله مورده وشكلها يفتح النفس. ولسه في مرحله تانية تالتة زي ما قلت لكم. بس انتوا عارفين العين بتاكل قبل ايه ما البني ادم ذات نفسه، يعني عينيه لو ما ارتاحتش للاكله تلاقيه مقلق كده، فاهمين؟ في بواقي بودر واقع. احنا بنحاول نتخلص من الزغبر او بواقي الريش، لان زي ما قلت لكم بيطفى على الشوربه من فوق ويعمل ريم والروائح مش بتبقى جميله. احنا داخلين تحدي بقى، مش هينفع الكلام ده خالص. وادي الفرخه كمان، هي الفرخه نظيفه ما فيهاش بواقي زغبر ولا اي حاجه. الفرخه البيضه دي بس برضو لازم تاخد نصيبها في التنظيف والدعك بالشكل ده. انا الكبده والقناصه منضفاهم كويس جدا، بس لازم ادعكهم برضو بالليمون والكمون والجنزبيل. لو فيها اي حاجه صفرة كده تخلصي منها بالسكينه، تعرفي تشيليها بايدك، المهم تتصرفي كده. بصوا الجزئيه برضو دي زفره لازم نتخلص منها. لو فيها اي صفار برضو كده بنشيله، او تقعدي تشيلي لحد ما الجزء الاصفر ده يتشال خالص عشان المنطقه دي زفره. تمام.
دي برضو نعمل فيها زي ما عملنا في الجزء الاولاني او في البطه الاولانيه. لو السكينه حاميه حاسبي على ايدك. منطقة الرقبة برضو لازم تاخد منك اهتمام، لان بيبقى متحوش فيها الاكل وكده. هو تربية بيت برضو سطوح، بس برضو لازم تبقي ايه حريصة ان انتي تبقي واصلة لكل جزء في البطاية منضفاها بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض كده. يلا لو ما اشتركتيش اشتركي، فعلي زر الجرس، عندنا فيديوهات كتيرة حصرية، عندنا محتوى مميز اكيد اكيد هيعجبك، مفيش مفر يعني، هتستفادي مننا كتير. تمام، يلا وشير عشان كله يستفاد. حطي اللايك الجميل وحطي كومنت لو انت ليكي خلطة تانية زيادة او ما عجبتكيش الخلطة دي، حابة تضيفي حاجة، حطي الكومنت بتاعك وانا هقراه وهرد عليه، يعني مش هقراه بس لا وهرد عليه. ولسه في جزء تاني للبط، خليكم معانا. وما تحطيش خل، خليكي في الليمون بس، ما تحطيش خل عشان الخل بيأثر على اللحوم، مش بيخلي الطعم مميز، يعني مش بيدي التست بتاعها الاصلي، يعني بيطغى على التست الاصلي. ماشي، ما تشطفيهمش على طول، خليكي شويه ساعتين مثلا. الاكل ده براحته، احنا النهارده وقفه رمضان وبنحضر لاكل رمضان، كل سنه وانتم طيبين ومش مستعجلين، فخليه ايه براحته خالص الاكل. تمام كده اهو. انا هسيبه ساعتين، انا عن نفسي هسيبه ساعتين. انت لو مستعجله اقل وقت، اقل وقت نص ساعه، يعني انا هسيبه ساعتين وهشطفه من المكونات اللي احنا حطينا عليها دي، وهحطه في محلول ملحي لتاني يوم. فانت لو مستعجله وما لحقتيش بتشتغلي مثلا وما لحقتيش تعملي اللي انا عملته ده، نص ساعه على الاقل، ونص ساعه في المحلول الملحي، ولسه هنتبلها ولسه قدامنا المشوار طويل. شير ولايك وما تنسيش وفعلي زر الجرس. وبكده قعدوا ليله كامله في المكونات اللي انا وريتها لكم. هنوديها بقى على الحوض ونغسلها كويس ونيجي نشوف هنعمل فيها ايه تاني. بس كده كل كميه الطيور زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى نقطع. ميتها اهي زي الفل نضيفه، مفيهاش اي حاجه شوائب ولا اي الوان مش حلوه. الحوايب كمان نضيفه وزي الفل تلمع. حاطه ميتها شفافه، يمكن ملونه شويه بسبب الكبده. هنبتدي بقى نقطع، لان ايه بقى انتوا عارفين رمضان بنحط الاكل سريع وما بنلحقش نقسم. يعني لو الفرخه او البطايه بحجمها مش بنلحق ايه نقطع. تمام، فاحنا ايه اول حاجه هنعملها كده، يعني انا هقطع على 4 كفايه قوي كده.
تقسمي الفرخة نصين كده، من ورا ومن قدام، من الظهر ومن الصدر. خدي بالك عشان في هنا كده حتة بتبقى صعبة شوية في الايه، في التقطيع، وبتبقى عظمة كمان لازم تطق. ايوه كده طقت اهي، شايفين؟ هي الفراخ البيضة ما بتستحملش، يمكن اللي هيغلب شوية البط. قطعتها نصين، اجي هنا كده من عند الورك اقوم قطع ايه كمان نصين، يبقى انا كده قطعتهم على 4. هو اساسا الورك قاسم نفسه، مش مستحمل. بس كده هنجيب طاجن تاني او تالت. طبعا الكلام ده كله برضو هيتغسل تاني، هيتنقع في محلول ملحي وهيتغسل تاني. بس احنا نقطعه الاول. بصوا هما كده قاسمين بعض، يعني الجزئين دول قاسمين بعض، والفراخ زي ما قلت لكم ما بتستحملش في التقطيع. بصوا من غير ما تستعملي السكينه اهي، تمام. اما البط بقى اللي ممكن ياخد مجهود شويه. بسم الله على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اقطعه من هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هو بط صغير، شايفين؟ هو بط صغير في العمر، لكن هو ما شاء الله مدي وزن حلو، فمش هياخد ايه. بصوا نضيف خالص من جوه ازاي بالخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. انا منضفه كل حاجه، يعني كل ده مش هشيل منه اي زوايد. اللي جاي شوفي كله واضح ولا لسه، عشان الفيديو ده مهم، عايزه كل حاجه تبقى واضحه فيه. تمام، شوفيني بس كده. برضو الورك هنا قاسم نفسه اهو، بس عشان هي بطايه بالايد برضو. بصوا برضو الجزء التاني هو الورك قاسم نفسه، محدد نفسه وقاسم نفسه. بصي اهو. ناخد التانية بقى، بسم الله. الدهون دي نضيفة، مش هتخلص منها، محاشي بقى وكل ده محتاجينه. الدهون الطبيعية دي ما تخافيش منها. او هو يوم بقى اللي عامل دايت ياخد النهارده بقى ايه فري. النهارده اول يوم رمضان، محاشي بقى، ولازم يعني لازم اليوم ده معروف. مش هقول اللي بيعمل ريجيم يمتنع، لا ما يمتنعش، يجي.
انا بحب اقطع الظهر الاول وبعدين اجي على الصدر اهو، ابيض وجميل من جوه، مش اي حاجه. الخلطه ممتازه، اعتمديها في كل تنظيف الطيور. الورك قاسم نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه عشان اطلع الصدر مظبوط ما يتبهدلش مني لازم اعرف انا بقطع فين ورايحه فين وجايه منين. سبحان الله، انا في الطيور ما احبش حد يمسك معايا في التقطيع، يعني حد تاني يقول لك لا لازم حد يمسك قصادي، لكن لا، انا اتعلمت ابقى لوحدي، يعني اقطع لوحدي كده. وكده خلصنا فينيش التقطيع. هنبتدي بقى في تحضير المحلول الملح اللي هيتنقع فيه مش اقل من ساعتين. معانا ايه بقى؟ معانا لتر ميه، ده المحلول الملح اللي هننقع فيه البط مش اقل من ساعتين، لان زي ما قلت لكم بفكركم طول الفيديو احنا داخلين تحدي. تمام. طيب معانا ايه تاني؟ معايا برتقانايه، ومعايا 2 ليمون بالقشور، ومعايا ايه تاني؟ بودر، معايا ملح، سكر، قرفه، جنزبيل، كمون، وكمان ورق لوري، واللي عنده حبهان او مستكه يحط. تمام اهو بالشكل ده. برتقان كمان، حطي القشور بتاعته كمان. مش هحط القشور دلوقتي. لان انا هقسم المحلول ده، لان ما شاء الله البط والفراخ مش هيتحطوا في الطاجن ده بس. الفراخ والطيور اتقطعت كمان تاني بعد او اتغسلت بعد التقطيع تاني. احنا هناخد جزء من المية دي ونكمل بمية تانية. نكمل هنا وهنا بمية تانية. الطاجنين باينين. ساعتين كاملين. بسم الله الرحمن الرحيم.
شاء الله الطاجن هياخدهم كلهم. ممكن نوسع هنا كده الجزء ده وده كمان. كمان المحلول دون بيجهز الأنسجة تطعم بالتوابل بقى لما تيجي تسلقيها، هتشويها هتحمري، فبيجهز الأنسجة بتبقى جاهزة يعني، والمسام متفتحة لكل المكونات الجميلة بتاعتنا دي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. عجبتكم او الفيديو عجبكم في طريقة تانية ممكن تقولولي عليها. زي ما قلت لكم في طريقة تانية انا ما قدرتش اوفرها لكم النهاردة في الفيديو، حطوها لي في كومنت، بقرأ الكومنت بتاعتكم وهرد عليكم. متنسوش اللايك الشير عشان كله يستفاد، وباي.